بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كي راكم دايرين خياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رانا على بالكم براه رمضان. الله يجعله يدخل علينا بالصحة والستر والهنا ان شاء الله يا ربي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وكم عارفين نبغوا المعسلات، نبغوا في رمضان دائما في السهرة مع وليداتنا. اليوم ان شاء الله خياتي نوريكم الوصفة تاع العسل المنزلي. العسل هذا نديروه في الدار، وجربت شحال من وصفة وبقيت هذه الوصفة معتمدتها، وصفة ناجحة 100%. خير من اللي تشريه من برا، راه غالي. كيلو تاع السكر يقطع لك كيلو تاع عسل، اكثر من كيلو، فايت كيلو. وتصنعي الروح وكاكي عارفه اش فيه، خير من اللي تجيبيه من برا ولينا نجيبوه ولا تجي فيه واحد الريحه، خصوصا واحد العسل معروف راه تجي فيه الريحه ما الشابه. نبداو الوصفه خياتي. وقبل ما نبدا، اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ونرحب بكل وحده اشتركت معايا وجديده، ونقولها مرحبا بك. ونقول خياتي اللي راه مقدم معايا، ربي يخليكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. ونبداو الوصفه. المقادير تاع الوصفه خياتي: عندنا هذا الكيلو تاع السكر نقصوا منه كاس، وعندنا 2 كيسان ماء، وعندنا 2 حجرات شب. الشب نشروه من عند اللي يبيع العقاقر، الشب معروف من بكري نديروه في العسل بما يتحجرش العسل. ولا ما عندكش ديري حمض الستريك، انا نفضل ندير هذا خير من حمض الستريك. ونديروا شويه تعليم. الوصفه تاعنا سهله. نقلعوا كاس تاع سكر منا ونديروا فوق النار، وهذو 2 كيسان تاع الماء ندفوهم. دونك نبدا الوصفه وتعرفوني كيفاش نخدم خياتي. وهنا خياتي نقصوا كاس تاع سكر. هذا الكاس تاع السكر هذا يرفد 220 مليلتر، الكاس تاع ام وليد تعبري به. نقصوا هذا الكاس نديروا فوق النار ونبقاو نحركوا فيه. وهنا هذا الكاس تاع السكر اللي نقصناه نديروه، وتبقاي تحركي فيه هكا غير بشويه، ما تروحيش وتخليه ينحرق لك، غير هكا. دونك يبدا يذوب. وهنايا كم تشوفوا بعد ما ذاب السكر تاعنا كاع، هنايا الكولير تاعو انتي تبغيه، الا بغيتيه شويه داكن ولا هكا كلاغ. هنايا تبقاي تخلطي فيه بالك ينحرق لك على الحواشي منا. هذوك 2 كيسان تاع الماء اللي خليناهم درناهم فوق النار حماو، ودوك تفرغيهم هنا. وبالك هنا في هذه المرحله هاك، في هذه المرحله تفرغي غير بشويه هكا، تبقاي تحرك غير بالعقل. هكا غير شويه، 2 كيسان. وهنا تبقى تحركي فيه. هنا ما تقوليش خسر لي، هذا ضرب كامل يحمى، السكر تاعك كاع يذوب. تبقاي تحركي فيه هكا. هذه السباتيلا ما ساعدتنيش، المغرف تاع اللوح تكسرت لي، غير شريت واحده اخرى. تبقاي تحركي غير بالعقل حتى تذوب لك هذه الحجره. هنا النار راهي ناقصه، راكم تشوفوا هذيك الكره هاي، شوفوا راهي تذوب. هاي غير تحركي هكا. وهنايا نفرغوا هذاك السكر اللي بقى لنا، الكيلو قلعنا منه كاس، درناه كالكراميل. وهذا اللي بقى تبقاي تحركي هكا، دوك يذوب لك. النار راهي منقصه هنا. الليم هاتي هنا نديرو هذوك الليم تاعنا
وهذوك زوج حجرات شب هامينا كي تدقيهم الا بغيتي تقيسيهم هكا ولا تدقيهم الا دقيتيهم تولي لك مغرف صغيره. ديري مغرف صغيره هامينا زوج حجرات شب باش السكر تاعك ما يبسش يقعد عام وما تخافيش عليه. انا كاع العام دايرته في الفريجيدان نستعملو كاع في المعسلات في البغريل. هنايا ذاب هذاك الشب تاعنا. هنايا شوفي تقارعي لواحد المرحله يفيض السكر تاعك كيفيض فما طفي. هنايا كتشوفي راني نحرك دروك هذاك الشب كيتفاعل مع داك السكر يفيض. دوك تشوفي اللقطه كيفيض فما طفي العسل تاعك وراه واجد. بالخف العسل تاعك يوجد مامبا في 10 دقائق تكوني موجده العسل خير من اللي تشريه. راه تجي ريحته ما شابه وماش يجي مليح وتصيبيه واجد كاع للعام. كيلو سكر يدير لك كميه كبيره. الا بغيتيه خاطر نقصي الكميه تاع الماء بغيتيه ليكيد شويه زيدي له الماء. ديري زوج كيسان وشويه وحده زوج مغارف ولا. هنايا كما تشوفوا جا صفار هايل. ولا بغيتيه داكن على هكا كيتولي في المرحله تاع الكراميل تاع السكر خليه شويه يولي داكن. انا نبغي هذا الكولر. وانا راح ندير وصفه تاع البقلاوه التركيه نوريكم كي يبرد. هنا داك يفيض هاكم تشوفوا هنايا اللقطه راكم تشوفوا هنا راح يفيض. هنا في هذه المرحله العسل تاعكم راه واجد ذاب السكر وذاب الشب وراه واجد. راكم تشوفوا هنايا هنا ما بغيتش نقص من الفيديو باش تشوفوا اللقطه. هنايا كتشوفي فيها هكا خلاص. ها كيدير لك هذه الزبوده هنا عرفي بلي العسل له واجد وطفي عليه وكيبرد واحد الساعتين ولا 3 يثقال ونوريه لك. وهنايا راني طفيت عليه خليه واحد 5 سوايع ولا 6 سوايع ولا كان درتيه في الليل خليه حتى للصباح يثقال. الا بغيتيه ثقيل بزاف ديري كاس والكاس الزوج نقصي منه 2 صباعات. ولا بغيتيه خفيف ديري 2 كيسان لخاطرش البقلاوه تبغي العسل تكون عاقده والمقروض يكون العسل تاعها شويه خفيف. وانت عينك يا ميزانه كي طيبيه خاطر 2 صايتو اللي تعرفيه. وهنا راكم تشوفوا قطع لي هذا البيدو ما عنديش بيدو صغير عندي هذا تاع 3 كيلو قطع لي قريب 2 كيلو قريب 2 كيلو تاع عسل. جا هاي العسل تاعنا جا ثقيل جا روعه. هنا مازال ما بردش ودوك نوريكم القوام تاعها. خياتي ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتسيو العسل ومع السلامه.